هو احنا ليه بنتجوز؟ سؤال بسيط بس في نفس الوقت معقد جدا. وعلشان اكون صريح معاك، انا مش جاي اقول لك اتجوز وخلاص، ولا جاي ابيع لك حلم وردي، ولا حتى خوفك من العزوبيه والوحده. انا جاي اكلمك بلغه انسان فاهم يعني ايه تبقى شاب في الزمن ده، والجواز بالنسبه لك مش واضح، وممكن كمان يبقى مرعب. ناس كتير فاهمه ان الجواز مجرد ورقه وشقه وقايمه، بس الحقيقه اعمق من كده بكتير. الجواز في اصله هو احتياج نفسي قبل ما يكون اجتماعي. ربنا خلق الانسان بطبعه بيحتاج المشاركه، بيحتاج حد يسمعه يحس بيه ويعيش معاه الحياه، مش بس علشان يكمل نص دينه، لكن كمان علشان يكمل نفسه. لو رجعنا لاصل الفطره هنلاقي ان كل واحد فينا بيحس في وقت انه مش كفايه لوحده، مش ضعف ولا قله، ده لان ربنا خلقنا نميل للسكن، وده التعبير اللي ذكر في القران لتسكنوا اليها. السكن مش مجرد بيت، السكن حاله نفسيه واستقرار وامان، لحظه ترتاح فيها من دوشه الدنيا وتعرف فيها ان في حد شايفك وفاهمك ومش بيحكم عليك. في ناس بتخاف من الجواز علشان شافت نماذج مش افضل حاجه، شافت اب وام بيتخانقوا او اتطلقوا، او ممكن يكونوا في بيت كله برود وبعيد تماما عن المشاعر الدافيه. وفي ناس شايفه ان الجواز عبء وتكاليف ومسؤوليه وضغط ومفيش فيه اي حافز. بس خليني اقول لك، المشكله مش في الجواز، المشكله ان محدش علمنا يعني ايه جواز، محدش علمنا نتجوز ليه وازاي. الجواز مش هروب من الوحده، ومش مجرد وسيله تحل بيها مشاكل نفسيه، ولا هو مشروع استثماري الهدف منه تحقيق اكبر مكسب. الجواز مشاركه وتفاهم، علاقه بين اتنين شايلين بعض بيسندوا بعض وبيكبروا مع بعض. في الجواز انت بتلاقي مساحه تكون فيها نفسك من غير تمثيل، مكان تقول فيه انا تعبان من غير ما تحس انك ضعيف، مكان تتحب فيه رغم عيوبك مش لانك مثالي. وده اقوى شعور امان ممكن انسان يحسه. من الناحيه النفسيه الانسان بيحتاج علاقه مستقره علشان يحقق توازنه العاطفي، وفي الزمن اللي احنا عايشينه وسط المقارنات والسوشيال ميديا والتشويش، العلاقه الحقيقيه بقت شبه نادره. بس لما تلاقيها وتحافظ عليها بتحس انك بنيت بيت جوه قلبك قبل ما تبنيه على ارض الواقع. ومن الناحيه الدينيه الجواز مش بس عباده، لكنه وسيله تربيه وتزكيه للنفس. في الجواز بتتعلم الصبر والاحتواء والعطاء، بتتعلم تحب من غير شروط، وتسامح من غير حساب، وتكمل في طريق طويل لانك اخترت تبقى جزء من حياة حد. انا مش بقولك ان الجواز سهل، ولا ان كل يوم فيه ورد وحياة زي الفل، بس بقولك انه يستاهل تتعب علشانه وتتعلم علشانه وتستعد ليه صح. انت مش محتاج تكون جاهز 100% علشان تتجوز، لكن محتاج تكون واعي 100% انك داخل رحلة نضج مش مجرد علاقة. واوعى تفتكر انك لازم تبقى غني او ناجح جدا او كامل علشان تبدأ. كل اللي محتاجه انك تبقى مستعد تتغير وتنضج وتحس بغيرك، وتشوف في شريكك انسان حقيقي يستحق المشاركة. ولو وصلت معايا للاخر فحب اقولك انا مش بجاوبك بس على سؤال ليه بنتجوز، انا بحاول ارجع لك الثقة في فكرة ان العلاقة ممكن تبقى امان، وانك تستحق تعيشها. اشوفك على خير والسلام عليكم.